أماكن مهجورة جدرانها شايلة أسرار وخبايا، ناس بتقول إنها مسكونة وناس تانية بتقول إنها أوهام. الليلة دي هنفتح ملف واحد من أكتر الأماكن الغامضة واللي بتخوف فعلا. حكاية مستشفى اتقفلت من سنين لكن لحد النهاردة لسه بتخوف الناس. النهاردة هنتكلم عن مستشفى القناطر الخيرية اللي اتسمت مستشفى الرعب. تنويه للمشاهدين، القصة اللي هتسمعوها النهاردة من الحكايات الشعبية اللي الناس بتنقلها عن مستشفى القناطر. لحد دلوقتي مفيش أي دليل رسمي أو أخبار صحفية بتأكد الموضوع ده، احنا بنقدمها هنا كجزء من الأساطير الشعبية المنتشرة مش كواقع مثبتة. مهم أوضح لكم هنا حاجة، المبنى اللي الناس زمان كانوا بيسموه مستشفى الرعب اتشال تماما واتبنى مكانه مستشفى جديدة اسمها مستشفى القناطر المركزي، ودي اتفتحت سنة 2024 وبتشتغل عادي وبتخدم الأهالي. يعني الحكاية دي مرتبطة بالماضي مش بالوضع الحالي. المستشفى دي اتبنت في الثمانينات أيام ما كانت القناطر الخيرية مليانة مشاريع حكومية، اتبنت مخصوص عشان تخدم الناس هناك. بس اللي حصل بعدها كان غريب جدا، مستشفى ما كملتش شغلها خالص، وفي اللي قال ان في حادثة حصلت جوه وقت التجهيز وده خلى العمال يرفضوا يكملوا في المستشفى، واتقفلت بشكل مفاجئ. ومن وقتها المكان اتحول لأثر صامت، بس مش أي أثر. بس المشكلة إن الناس بدأت تسمع أصوات صرخات وأوقات أبواب بتتفتح وتتقفل رغم إن المكان مهجور ومقفول بسلاسل. احنا عايزين نتدفى شوية عشان اللي جاي ده عجيب. واحدة ست اسمها أم رضا حكت لجارتها إنها بتشوف الدور التاني أنوار بتفتح وتقفل، نور أصفر ضعيف كأن حد مولع لمبة قديمة. تخيل معايا إنك دخلت المستشفى دي، أول حاجة هتلاقيها طرقة طويلة مظلمة، ريحة تراب ورطوبة، على الجدران رسومات أطفال، رسومات مرسومة بالقلم الجاف، حاجات غريبة ملهاش أي معنى. لو كملت مشي هتسمع صوت مية بتنقط من السقف. في آخر الطرقة في باب نصه متكسر، ورا الباب ده غرفة عمليات، ترابيزة قديمة وأدوات قديمة زي المقصات اللي بيستخدموها في العمليات، وحاجات بقى مترمية على الأرض زي كمامات وحاجات تانية كتير. تخيل لو فجأة سمعت ترولي بيتحرك من غير ما حد يلمسه، أو لمحت حد واقف في الكورنر لابس ماسك أبيض ومجرد ما تبص عليه يختفي. ده اللي بالفعل حصل مع مجموعة شباب في يوم من الأيام دخلوا يستكشفوا المكان. في واحد كان شغال زمان حارس قبل ما المكان يتقفل، كان سامع خطوات جاية من فوق، لقى الأبواب بتقفل وتفتح لوحدها. بيقول إن هو ساب الشغل على طول من ساعة الموقف اللي شافه، وحلف إن هو مش هيدخل المكان ده تاني. وفي راجل كبير من الأهالي حكى إن المستشفى أصلا اتبنت فوق مقابر قديمة، وإن أرواح الناس دي مش راضية عن المكان اللي اتبنى، وده اللي خلاها مسكونة من الأول. الأهالي بيعدوا من الشارع بسرعة ومفيش حد بيجرؤ يقف قدامها بالليل. لكن السؤال اللي لسه معلق، حصل إيه؟ هل دي مجرد خرافات بتكبر مع السنين؟ ولا فعلا المكان ده بقى بيت أشباح؟ اللي أعرفه إن في ناس كتير لما بتعدي من قدام المستشفى دي بيحسوا برعشة في جسمهم، وبيحسوا إن في حاجة بتبص عليهم من الشباك، عيون مش بشرية. انتم رأيكم إيه؟ هل فعلا المستشفى دي مسكونة ولا إحنا بنصنع الرعب في عقولنا؟